ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي من الفيديو اللي فات. معاكم منى حسن في فيديو جديد ووصفه جديده. قبل اي حاجه صلوا على النبي يا جماعه، بنيت ان ربنا يحقق لكل واحد الحاجه اللي نفسه فيها وبيتمناها. النهارده بقى هنعمل وجبه كده سهله ولذيذه ومش مكلفه خالص. ممكن ناس كتير فيكم ما تكونش عارفاها، بس جربوها باذن الله هتعجبكم. هعمل معاكم بقى النهارده كشري اسكندراني. تمام. معايا هنا كده كوبايه رز، حطيت عليها كوبايه الا ربع عدس اصفر. يعني هي الكوبايه بتاخد نص كوبايه عدس اصفر او كوبايه الا ربع على حسب. انتي بقى بتعملي كميه الرز على حسب عدد الافراد الموجوده عندك يعني، بس انا كنت عامله كوبايه صغيره. تمام. هنا بقى بجيب حله، بقطع فيها بصلايه كده. هنزل على البصلايه دي بشويه زيت ومعلقه سمنه صغيره، وهبدا ان انا هديها تشويحه خفيفه كده، بس يعني لون البصلايه معايا يغير. تمام زي ما انتوا شايفين كده. هي اكلة العدس دي هي مفيدة، هو العدس ده بروتين نباتي. يعني غير العدس، غير الكشري اللي هو بتاع المحلات، ده كشري تاني بنقول عليه اسكندراني. فانتوا جربوه وباذن الله يعجبكم قوي. انا يعني انا واثقه ان هو يعجبكم، بس خلي كميه العدس في الرز كتير عشان العدس هو اللي بيديله طعم حلو. بعد كده ما شوحت البصلايه حلو مع الزيت والسمنه، غسلت بقى الرز والعدس كده، غسلتهم مع بعض وصفيتهم. هنزل عليهم كده، هنزل بيهم في الحله، وهحط شويه كمون وشويه ملح، وهبدا بقى ان انا اشوحهم حلو قوي لحد ما اسمع صوت الخشوله بتاعه الرز كده يعني. ابدا اشوح فيهم لحد ما اسمع صوت الخشوله، او احس ان الرز خلاص نشف مفهوش ميه خالص. ومعايا بقى كنت مسخنه ميه كده في الكاتل هنزل بيها. هظبط المعيار بتاع المية كأنك بتعملي رز عادي، وهسيبهم بقى على نار عالية لحد ما الرز يتشرب، لحد ما يعني ما الرز والعدس يتشرب المية، وبعد كده هوطي عليه خالص زي ما انتوا شايفين كده. كده بقى انا هنقله على عين الصغيرة وهسيبه متوطي عليه النار، وهو بقى هيستوي مع نفسه كده وبراحته على نار هادية. هنا بقى العدس اللي هو انا مش مركزة الكشري اللي هو الاسكندراني ده، ممكن تعملي بقى جنبه بتنجان مقلي او بتنجان مخلل، او فلفل مقلي بالدقه. انا هعمل دلوقتي جنبه بتنجان وفلفل مقلي واحط عليهم دقه، هتشوفوا معايا كده في الفيديو. شويه بقى سلطه، سلطه خضراء، شويه اللي هي الدقه بتاعت الكشري اللي هو الكشري العادي، الكشري المصري، اللي هي الدقه الصلصه الحمراء. الصلصه الحمراء بتاعت الكشري عادي ممكن برضو تعمليها جنبه. انما انا هعمل بتنجان وفلفل وهسلق بيض وخلاص. تمام. هو أكلة اقتصادية وسهلة ومش مكلفة خالص، وطعمها بيبقى لذيذ يعني. وممكن تعملي جنبها كذا فكرة يعني، ممكن تسلقي جنبها بيض، اديكي دخلتي معاها بروتين. ممكن تلغي البيض لو مش متوفر عندك، وهتبقى بتنجان مقلي وفلفل مقلي وشوية سلطة خضراء والكشري يبقى برضو حلو قوي، وشوية مثلا بطاطس مقلية على حسب الموجود في بيتك. مشي الدنيا ومشي اليوم وبإذن الله يعني الدنيا هتعدي يعني. انا هنا كده كنت بقلي البتنجان اهو. وممكن البتنجان يبقى مسلوق، ممكن يبقى مخلل، بتنجان مخلل، على حسب راحتك يعني. بس انا عملته مقلي كده وما كانش قطعته اللي هو شرايح صغيره، بحيث ان انا يعني ايه انجز. وبعدين ما كانش عندي بتنجان صغير كمان يعني. اهو انا كده قليت البتنجان، هروح بقى اعمله الدقه. معايا هنا كده فصين توم، هنزل عليهم بشويه ملح وشويه كزبره ناشفه، وهبدأ بقى ان انا هدقهم كده في الهون يعني. وكمان هنزل عليهم بقى بالفلفل دلوقتي اهو، فلفل الوان احمر واخضر، وهدقهم بقى مع بعض انعمهم خالص يعني. ما تنسوش يا جماعة لو عجبكم القناة بتاعتي حطوا لي لايك وكومنت حلو زيكم، وشير كتير واشتركوا فيها يعني. كل اللي يتفرج على الفيديو يا ريت يضغط على زر الاشتراك، او على العلامة الحمراء اللي تحت مكتوب اشتراك او سبسكرايب ايا كان الموجود عندك. اشتركوا في القناة عندي يعني. هنا بقى انا كنت حطيت على الدقة نص ليمونة وشوية خل، وهبدأ بقى ان انا اوزع كده على البتنجان اهو. وكمان فضل معايا شويه دقه، قلت هعمل بقى ايه، طماطمايه مخلله. بتجيب الطماطمايه وبتقطعيها كده، مش بتقطعيها للاخر، بتسيبيها كده ماسكه في بعضها يعني. هبدا بقى ان انا احشي فيها من الدقه اللي انا كنت عاملاها للبتنجان. بجد طعم الطماطمايه دي بتبقى روعه يعني. انتي بصي انا بديكي فكره،
وانتي الكمية دي انتي تعملي على حسب على حسب عدد افراد الاسرة اللي عندك. يعني انا بعمل كميات صغيرة علشان يعني احنا مش كتير هناكل، فعلشان ما اعملش الاكل وارميه، انا بديكي بس فكرة وانتي بنفس الفكرة تقدري تمشي على على كميات كبيرة. تمام. هنا بقى انا كنت خلصت الطماطم اهو، وادي كمان الكشري اللي هو الاسكندراني استوى، زي بوريكم ان هو مفلفل مش معجن خالص. حاولوا ان انتوا تظبطوا الميه علشان الكشري بيبقى من السهل قوي ان هو يعجن غير الرز. وكمان شوحيه حلو، حته التشويحه اللي انتي بتشوحيها حلو في الاول بتخليه معاكي مش بيعجن. تمام. انا كنت بقى سلقه بيضتين بلدي كده، هبدا ان انا ادحرجهم كده في سمنه يعني. ده بيبقى اسمه بيض مدحرج. انت ممكن تستغني عن الخطوة دي عادي، ممكن يبقى هو بيض مسلوق بس، يعني ما تعمليش الخطوة دي، بس هي بتدي البيض طعم حلو يعني. هي دي سمنة بلدي مش سمنة عادية، فبتدي البيض طعم حلو. بفضل بقى ان انا احمر فيه كده لحد ما البضاية تاخد لون من كل النواحي، وبعدين بشيلها بقى خلاص. تمام. بس انتي بتحاولي ان انتي يعني تقلبي فيها كل شويه عشان البيض بيلزق في الطبق، فانتي كل شويه ايدك فيها تقلبي يعني، وبعدين بياخد لون بسرعه قوي. فانتوا جربوا بقى الطريقه دي وباذن الله تعجبكم، وباذن الله تعملوها احسن من كده بكتير، وربنا يحسن يا رب ما بين ايديكم. و... ويا ريت اللي يجربوا او الناس اللي عارفاه تقولي في الكومنتات ان هي عارفاه. يعني انا آه آه انا متخيله ان في ناس كتير ممكن ما تعرفوش، ناس كتير تبقى عارفه بس الكشري اللي هو التاني. انا هنا بوريكم شكله ان هو مفلفل، كل حبايه لوحدها مش ماسك في بعضه خالص. يعني انا بوريكم شكله اهو. باذن الله يعني هيطلع معاكم احسن من كده بكتير. زي ما قلت لكم، لو انتوا عارفين اكتبوا لي في الكومنتات ان احنا عارفينه وبنعمله. هنا بقى انا غرفت اهو طبق الكشري، وجا حطيت جنبهم البيضتين، وادي كمان الطماطم اللي هي المخلله، وادي كمان الطبق اللي هو بتاع البتنجان جنبه اهو، بتنجان متدقق. زي ما قلت لك ممكن تعملي جنبه الصلصه اللي هي الصلصه اللي هي بالثوم والخل، اللي هي بتاعه الكشري اللي هو بتاع المحلات دي، برضو بتبقى حلوه جنبه. بس انا استكفيت بده وخلاص يعني. طب اوريكم قرمشة الخيار المخلل. الخيار ده تقريبا انا عاملاه بقاله يجي شهر، وكنت سايباه بس حطاه في التلاجة، يعني ما تريش ولا حصله اي حاجة. انتوا تقريبا سمعتوا صوت القرمشة بتاعته في الفيديو. انا كنت عامله الخيار عندي في القناه، ممكن تدخلوا تشوفوا الفيديو عندي ان شاء الله يعجبكم. الخيار المخلل طول ما هو في التلاجة ما بيطريش ولا بيحصل له اي حاجه. انا وريتكم اهو، هو تقريبا عندي بقاله شهر يعني ما حصلوش اي حاجه. فجربوا بقى الوصفات بتاعتي وباذن الله تعجبكم، ربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم. ما تنسوش تعملوا له لايك وتشتركوا في القناه عندي، وتكتبوا كومنت حلو زيكم. اسيبكم في رعايه الله، توحشوني اول لحد الفيديو الجاي. مع السلامه.